السلام عليكم متابعينا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم ان شاء الله راح نحضر معاكم طبق جديد اللي هو كفتة اللحم مع الخضروات بالفرن. طبعا وصفة كثير طيبة وسهلة، تحضيرها ما ياخذ وقت. نبدي طبعا نحضر كل الخضروات اللي عندنا. طبعا هي تتكون من خضروات الباذنجان والبطاطا والفليفلة الحادة والعادية والطماطة، ممكن رشة بقدونس، وعندنا اللحم المثروم يكون به نسبة من الدهن. هسه نبدي ناخذ الباذنجان نقشره، نقشر الباذنجان ونبدي نثرم على شكل دوائر، ويكون شوية ثخين لأنه راح نقلينه حتى لا يذوب بالشوي. من بعد القلي نشوينه بالفرن فلا يذوب، يبقى متماسك ومحافظ على شكله. ناخذ البطاطا نقشرها ونثرمها بنفس الطريقة، هم بشكل دائري وشوية ثخينة، لأن راح نقليهم البطاطا والباذنجان. أما بقية الخضروات ما نقليها، مثل البصل نعمله شرائح شوية رقيقة حتى يستوي بالفرن، لأنه ما راح نقلي البصل والفلفل ما نقليهم، ما يحتاجون قلي هي مو الطماطة. الطماطة نثرمها بشكل دائري، والفليفلة هاي الأشكال مثل ما تلاحظوها. نبدي نقلي البطاطا، نقليها ونحمرها على الجهتين. كملنا قلي البطاطا، نبدي نقلي الباذنجان. طبعا اللحم يكون بينه نسبة من الدهن، نضيف له البقدونس، نضيف له الثوم المفروم ناعم، ونضيف له ملح، ونضيف له بابريكا، ونضيف الفلفل الأسود. طبعا البابريكا تعطي كثير طعم طيب للحم المثروم، ونعمله على شكل أقراص دائرية. ونبدي نصفط الخضروات مع اللحم بصينية البايركس اللي راح نخليها بالفرن. مثل ما تلاحظون صفطناهم، ونبدي نصفط كل الباقي عندنا، قرص من الباذنجان والبطاطا واللحم والطماطة والبصل والفليفلة. وهون عندنا الفليفلة الحادة طبعا اختياري حسب رغبتكم، ممكن تخلون وحدة 2 حسب الرغبة، لأنه احنا راح نثرم أيضا فليفلة حادة بالصلصة اللي راح نضيفها على الطبق. طبعا هون كملنا كل الخضروات ورتبنا الصحن. نشغل الفرن من الأسفل والأعلى. نبدي نحضر الصلصة. ضفنا فليفلة حادة وملح وبابريكا ومعجون طماطم، معلقتين من معجون الطماطم، ونضيف له مي. طبعا لا تحطون مي كثير، لأنه هي الباذنجان والبطاطا قليناهم، والباقي ما يحتاجون وقت كثير بالفرن. إذا حطيتم مي أكثر راح يحتاج وقت أكثر، وهي بنص ساعة تستوي. فهاي الكمية من المي تكفي، يعني كاسة وحدة لهاي الكمية تكفي. نشغل الفرن أعلى وأسفل بالبداية. طبعا هون خليناها بالفرن وبدت تغلي عندنا. هاي من أول 5 دقائق أول 10 دقائق تبدي تغلي بهذا الشكل، تاخذ وقت تقريبا نص ساعة وتستوي الوصفة عندنا. طبعا من الوصفات الكثير طيبة وتنكل مع الرز، نطبق معها رز شعيرية وكثير طيبة. أتمنى تعجبكم وصفاتنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعم القناة باللايك
والتعليقات. إن شاء الله ألف صحة وعافية على قلبكم، وشكرا جزيلا على المتابعة.